السلام عليكم. النهاردة بمناسبة فصل الشتاء بنقدم لكم مجموعة نصايح للسواقة في المطر. أول نصيحة، دايما امسك الدركسيون بيديك الاتنين وما تتشغلش بأي حاجة تانية زي التليفون أو الكاس. شغل الأنوار الصغيرة علشان تشوف طريقك. سيب على الأقل مسافة تكفي 5 عربيات بينك وبين اللي قدامك، انت ما تعرفش هو ممكن يعمل ايه. سوق بسرعة أقل من المقررة عشان تقدر تشوف كويس قدامك وتاخد قرارات سليمة في الوقت المناسب. خلي بالك نوع إطاراتك بيقدر يتحمل سرعة معينة وبتقل على حسب جودة الإطار وحالة الطريق. شغل مزيل الصقيع لو لقيت شبورة على الإزاز أو نزل الإزاز شوية لو مش عندك. خلي بالك قدرة الفرامل بتقل بسبب بلل الإطار من الداخل. حاول ما تمشيش في برك المية وحاول تتفاداها مع الحفاظ على خط سيرك في الحارة المخصصة ليه. برضو خلي بالك الاحتكاك بين عربيتك والطريق بيقل بسبب المطر، عشان كده ما تعملش دورانات مفاجئة ووجه العربية ببطء ناحية الاتجاه اللي انت عاوزه. ما تسوقش في طريق مغمور بالمية إلا إذا كنت مضطر وعارف الطريق كويس عشان ما تقعش في بلاعة أو تغرق. استخدم أحد منتجات طارد المطر، ودي بتمنع تكون قطرات المية على الإزاز، وممكن تدور عليها في جوجل. حاول ما تسوقش في المطر خاصة بالليل، لأن الموتوسيكلات والعربيات اللي لونها غامق ممكن تبقى مش ظاهرة، خاصة مع قطرات المطر على الشبابيك والمرايات. مع أطيب تمنياتنا بقيادة آمنة إن شاء الله.